ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناتي امهات ام ادم، متنسوش تشتركوا في القناه وحطوا لايك. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده نعمل ايه؟ دونس. حطيت مج لبن، مج زيت على سمنه او سمنه بس اللي انتوا تحبوه. انا حطيت هنا دي سمنه، لا سمنه سايحه. نص مج سمنه سايحه، اللي هي المجات القهوه دي. وحطيت هنا التول، هاخد منهم 3 معالق سكر على اللبن والزبدة المسيح. هيبقى مج اللي هو بتاع القهوة، مج لبن، نص مج سمنة، 3 معالق سكر، غطا معلقة تعتبر ايه، معلقة بتاع اسمه يا ربي خل، معلقة خل. وبعد كده بقى هننزل بنقطتين فانيليا، ماشي، عشان ايه. وبعد كده بقى هحط ايه، بيضة كاملة. وبعد كده بقى احط الخميرة، مش هحط كيس خميرة، لا احط الكيس اللي هو العادي الصغير دوت، هاخد منه معلقة هرمية، معلقة هرمية. انزل بقى بيها على الايه، كل المكونات ديت. واللبن يكون دافي، اللبن يكون دافي عشان الخميرة تتفاعل. هنا خدت معلقة هرمية وربع معلقة، يعني معلقة كبيرة بمعنى أصح. هنا بقى يا رب هعمل ايه ناقص تاني. يبقى بيضة، مج لبن دافي، 3 معالق سكر، آه بضاية، رشة فانيليا، معلقة خل، ديت كوباية، دول كوبايتين دقيق، رشة ملح. هنزل بقى بهم على المكونات كده، يعني هعجنهم بقى بإيدي، مش محتاجين يعني عجن ولا حاجة. هي اول ما العجينه تتلم معايا على طول، عشان المكونات بتاعتها عامله. هنا بقول لكم بقيه مخليه شويه لبن جنبي برضو، عشان لو العجينه احتاجت احط لها كده. لو العجينه مثلا احتاجت هنزل عليها بايه بمعلقه، يعني بالمعلقه. احتاجت دقيق برضو بالمعلقه، احتاجت سوائل بالمعلقه برضو، بالمعلقه. هنا بقى افضل اعجن فيها كده. بصوا هي العجينه اصلا هي بتتلم اصلا، يعني هي بص بتتلم معايا، بس انا حاسه ان هي ايه، عايزالها كمان كام معلقه دقيق، عشان كان لسه في كام معلقه لبن، معلقتين لبن. خدت معلقتين كمان لبن على المكونات ديت. هنا بقى طبعا كل ما اعجن فيها تتلم. هي بصوا، هي اول ما قعدت عجنت فيها كده في الارض شويه، بصوا ايه، اتلمت معايا بكل سهوله خالص. يعني بصوا بقت العجينه من النوع اللي هي بصوا يعني ايه، بصوا في مش عارفه، هي الكلمه كلام، في كلام بيعلق معايا كده، فبفضل اقوله كل شويه. العجينه هي ملمومه معايا وناعمه، وبصوا ايه، طريه جدا، ويعني كويس. نفضل نلمها كده بايدينا شويه وعلى الرخامه. هجيب بقى انا بحطها في الفرن. هي بتاخد تخمير حوالي ساعه بايد الفرن وادفيه. وبعد كده بغطيها وبدخلها بقى الايه الفرن، اسيبها مع نفسها تخمر. الدنيا طبعا احنا في الشتاء، فالمعجنات بتاخد وقت قبل ما بتخمر في الايه، في الجو اللي احنا فيه ده. هنا بقى هي هحطها كده كورة كده، هكورها واغطيها بقى، وبعد كده ادخلها الفرن، وبعد كده بقى تبقى ساعة. هنا هي بعد ما خمرت اختبر حطيت مش عارفة اغرس صباعي فيها ليه، بس مش عارفة. هرش رشة دي كده على الرخامة. وبعد كده بصوا العجينة يعني بصوا مش طرية جدا. الحاجات ديت لازم تبقى العجينة النشابة بقى ديت يعني. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بصوا ايدي في اليوم ده بقتش فيه حتة سليمة في ايدي، كل حتة يعني متعورة كده. بصوا هنا كده لما سبتها كان ايدي اتعورت. كل شوية تجيب تعور لي ايدي، وحشة قوي 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 وسيئة بصراحة. هنا عورت ايدي الناحية التانية يعني. دي هنا عملت هنا ده غطا او اي غطا البراد، قطعت دونرز. ده كان غطا البراد يعني، فقلت ايه اعمل بيه. انتوا المفروض تعملوا العجينة يعني تكون عالية سنتي. انا عملتها هنا رفيعة عشان بحيث ان يعني الحبايب ياخدوا. يعني هي انا
عندي للحبايب ياخدوا قبلنا احنا ذات نفسنا. هتقولي لي بقى الحبايب دولت مين؟ هقولك مثلا حماتي وابنها كده. بدي مثلا بسلفسي ما بعمل اي حاجه وكده، يعني اهم حاجه الحبايب هم اللي ياخدوا الاول. هنا بقى ابني بصوا كان واقف بيتفرج عليا وانا بعمل. فهنا بقى ديت القطعه دي ممكن غطا ازازه، او اللي هي القمع بتاع انا خدت واحده من القمع بتاع الكيس الحلواني. الكور بقى دي طبعا مش هنرميها، هنسيبها طبعا، مش هنرميها، هنقليها عادي ونعملها هنا بقى هي على اي ورقة بتاع كده، هحطها بقى ايه، تخمر على جنب. انا برضو بعد ما اخدت البقات العجينة فردتها تاني وعملت بيها بقى ايه بتاع. هنا بقى عملت اللي هم دولت. ماشي معلش، عيل يا جماعة. هنا بقى بعد ما سبته تاني يتخمر برضو دفيت الفرن ودخلته كده. وفي هنا قطعته من غير ما اقطع القطعة اللي في النص، هنا عملتها بصوا ايه. آه مش عارفة دي اتحطتها بالورقة، مش عارفة ليه. هنا طبعا دخلته تخمير تاني حوالي نص ساعة، يعني قعد ساعة ونص. اول مرة ساعة وتاني مرة نص ساعة. هنا الورقة كانت لازقة مش عارفة ليه. اللي هي بقى هقول لكم بقى الاحلى بالنسبة لي اللي هي المقفولة دي. المقفولة ومحشية ديت، يعني محدش كلها. لما قالي كنت عملتها كلها مقفولة. بس انا طبعا بقى قلت ايه يعني مش ما كنت بجرب يعني، ما كانش اللي هي اعرف بقى، كنتش بدقته بصراحة قبل كده. اما انا يعني بصراحة اقول لكم بقى، يعني بقول لكم على الحقيقة، انا اقول لكم ان انا مثلا كلته قبل كده، لا انا بصراحة ما كلتوش قبل كده. فدي كان اول يعني تجربة ليا وكده، بس طلعت تجربة حلوة يعني مش وحشة. هنا بقى هحطه بصوا بياخد وش على طول يعني، بس كنت بشوفه الاول خد وش ولا لا، يعني خد تحميرة مع الجنب ده. لا هنا بقى هو بدأ ياخد لون بقى، فبدأت ان أنا اقلبه كده. وحطيت اللي هي الكور الصغيرة دي برضو خمرت وحطيتها. وخلي بالنا هو بينزل في زيت دافي، اول ما الزيت ما بيسخن ما بيستحملش بصراحة. انا بقى كنت جايبة طبق كده وصينية ان انا ايه اطلعهم عليها. طبعا الكور دي بصوا لما اتخمرت رفعت ازاي. بس يعني انا لو عن تجربة، يعني لو عملته تاني هعمله كله محشي من جوه، بس مش هعمله اللي هو الدايرة دي، لا هعمله كله اللي هو محشي. ده بقى كان بالنسبة لي بصراحة كان جامد جامد، كل الكلام منه هو اللي مقفول ده كان احسن حاجة. بس عادي بقى. هنا بقى دي بقيت الكمية كلها طبعا زي ما شفتوا، بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم. هنا بقى طبعا انا كنت منزله لكم الصوصات ديت على القناة، فاهي بصوا عملت بقى الدونرز. ادي ده الصوص الابيض، هحطه كده فيه وبعد كده بقى هحط اللي هو الصوص اللي هعمل كمان واحدة بقى، يعني هعمل الكمية هقسمها مثلا حبة من ده لحبة صوص شوكولاتة. بصوا هنا بقى كان المفروض طبعا احطهم على شبكة عشان ينزلوا اي زيادة منهم، بس انا الشبكة فوق في المطبخ، فانا مش هعرف طبعا ان انا اجيبها. بصوا كانت رقيقة جدا، يعني هي كان المفروض، يعني ما وديت لحماتي منها كانت بتقولي ده الواحدة ب5 جنيه. يعني واحدة ب5 جنيه منها. في اللي هي القرص المدورة اللي هي بتقولي في طابونة بتاعة العيش دي، مش عارفة هل ده دونس ولا قرص عادية. بس تقريبا دي قرص عادية، بس هي مفكراها دونرز. فبتقولوا ده انا بجيب الواحدة ب5 جنيه. فمش عارفة بقى هل اللي في الطابونة ده دونرز ولا دي قرص مدورة، مش عارفة بصراحة. بصوا هنا بقى بعمل برضو صوص الشوكولاتة هنا اهوت. بصوا غرقان بقى صوص الشوكولاتة بقى، كان طعمها حلو وبرضو خدت منها وحشيت. بصوا هنا بقى هعمل اللي هي ديت، افتحها مش عارفه كان الموبايل ما كانش مظبوط ولا ليه مش عارفه. المفروض انا حطيتها في كيس حلواني وعملت بالايه بسن كيس الحلواني كده فيها لحد ما ايه اتحشت. هنا بقى كان مش عارفه كان جوزي جايب واحده كابري، قال لي بقى سيحيها وحطها لي على ايه على كام واحده كده. فحطيتها طبعا على اللي هو الصوص، طبعا ساح بقى وكده. طبعا نستنى الاول لما الدونرز يبرد وبعد كده ايه
نعمله، نحط عليه الصوصات. هو الصوص الابيض دوت انا ابتديت بيه تقريبا كان لسه الدونر سخن، فعشان كده مش ثابت عليه غير الصوص الشوكولاته. بصوا بقى ده كان جامد، كان عاجبني جدا. بس بيبظ شوكولاته كده بيبظ. بس كده خلاص يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.